أشياء غريبة وجدوها داخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم صدمت الجميع. ولكن قبل مشاهدة هذا الفيديو، فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. عرضت المملكة العربية السعودية صورا لقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة على أن هذه الصور هي الوحيدة الصحيحة المتاحة عبر شبكة الإنترنت. ولكن ما هو الموجود داخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل بحسب مقطع الفيديو القصير الذي عرضته المملكة العربية السعودية، فإن الحجرة النبوية الشريفة تضم قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى جوار قبره الشريف توجد قبور الخليفتين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وجاء في الفيديو الذي عرضه أحد موظفي الرئاسة ليضع حدا للشائعات التي تخص الحجرة النبوية، موضحا أنها لا تحتوي على قبره صلى الله عليه وسلم كما يعتقد الكثير من الناس، نافيا في الوقت نفسه وجود أي خادم أو حارس للحجرة الواقعة في المسجد النبوي. ويظهر الفيديو أحد المسؤولين عن الحجرة النبوية في المدينة المنورة وهو يعرض صورا تعرض لأول مرة، وعرضت هذه الصور من خلال شاشة بمهرجان الجنادري الثقافي الذي تقيمه السعودية، وظهر في الصور محراب داخل حجرة النبي، بالإضافة إلى وجود سرير لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وستارة خضراء قال المسؤولون أن خلفها جدار بطول 6 أمتار من الحجارة السوداء المشابهة لجدار الكعبة التي تحيط بقبر النبي وخليفته أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقال أن زوار الحرم النبوي لا يرون قبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجدار الساتر. وقد أظهر الفيديو الحجرة من الداخل بعد فتح باب السيدة فاطمة ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يوجد بها محراب يسمى محراب فاطمة، وخلفه صندوق بداخله سرير السيدة فاطمة. أما باب الروضة الشريفة فيقع في آخر الحجرة ليفصلها عن قبر النبي وصاحبيه، علما أن غرفة القبر مغلقة بجدار ليس له باب يبلغ ارتفاعه 6 أمتار ونصف، وبالتالي لا يمكن لأحد رؤية قبر النبي. والروضة الشريفة هي المكان الواقع بين حجرة النبي وبين مقبره في أقصى شمال المسجد النبوي، والتي ذكرت في الحديث النبوي الشريف: ما بين بيتي ومقبري روضة من رياض الجنة. لذلك يحرص زوار المسجد على الصلاة داخل الروضة، والتي لا تحتوي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن مشاهدته فيها. ويعتقد الكثير من المعتمرين والحجاج أن زيارة الروضة الشريفة أو حجرة النبي تعني زيارة قبره، إلا أن هذا الفيديو الذي عرضته الرئاسة العامة لشؤون الحرم والمسجد النبوي يعكس ذلك تماما. وفي الأخير لا تنسى دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم.